شوف عشان تكسب اي فايت بكل سهوله تابع الفيديو. طبعا هنا فاتح نيد للخصم اللي قدامي وصديقي في ظهري عشان في حال لو طلع يجيبه، وزي ما توقعت طلع فعلا يا دين مامي. الحمد لله الطريقه طلعت شغاله. جبنا الاول حلو باقي صديقه وما بنعرف وينه. في الحاله دي انت وصديقك لازم تبوشوا مع بعض. ليه بقى؟ علشان الخصم مكمبر مش محتاجه حاجه يعني. وهنا الخصم ظهر فجاه، لازم يكون ردة فعلك سريعه. طبعا الوقت صديقي وقع نوك. اسمع كده قال ايه؟ كم طلع انا كده انا طمنت بنسبه 0% ان الفايت بتاعي. واوعى تثق في صديقك اللي يقول لك الكلمه دي عشان انا هديله بتاعي. حلوه مش سكواد عليك وانت في عماير سكول. هتتصرف معاهم ازاي؟ تعالى. اهم شيء النيد هي اساس الفايت وهتسهل عليك كتير وهتشتت خصمك ويبقى ايزي عليك. هنا صديقي وقع وانا وقعت واحد من عندهم، يبقى كده النتيجه 1-1. على طول بشير جبت التاني يبقى كده 2-1. نفنش بقى عشان نكسب الفايت. خخ طرف ثالث نزل الملعب، خربوا علينا الفايت ولاد الاحبه. واحد نزل على سطح البيت، فتحت نيد كالعاده طبعا وطلعت عشان احطها له، لقيته قاعد على طرفه للبيت. هنا بقى يا صاحبي تعمل ايه؟ تديله عنصر المفاجاه، تطلع وجنب من الشباك ما بيتوقعها ابدا وتدخل جيم جديد. دخلت جيم جديد طبعا ولقيت سكواد ماسك صاحبي بيعملوا معاه حاجه مش ولا بد منها. قلت لهم لا كل الا الشرف، جبت الاول والتاني وما حبيت ازعل التالت مني. انا غلطان، المفروض كنت سبتهم يشوفوا شغلهم مع صاحبي. بشيت على سكواد هتتصرف ازاي. شوفي صاحبي دايما في اي تيم بتلاقي واحد او اتنين كده عندهم سرعه قذف ومتسرعين جدا زي دول كده. ركز كويس علشان ده هيبقى مفتاح الفايت ونقطه ضعف السكواد اللي قدامك. الاول طبعا وقع نوك لكن طلع نسخه مزيفه بس حاليا بايظ من تحت ودمه نقطه. رميت مولي طبعا وللاسف راحت بوشناكي. على طول نيد اهم حاجه زي ما قلت لك، دي عامل مفيد جدا في الفايت. عمري ما استعملتها اصلا بس كان لازم استعملها عشان الفيديو. طبعا هو على السطح قاعد يبكي في الزاويه فوق وعرفت مكانه بشيت عليه. لقيته نازل غلط تدخل عليه لان عيب بلكي مو ساتر حاله. انتظروا على الباب. يا دين مامي انا مش شايف وهو مش شايف، معاه ديبياس موتنا يا ربي. بس الحمد لله وقع نوك بصحي حالي قبل ما يصحي حاله. طب تمام